مساء الفل والعسل على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احلى حجازيه دي ولا ايه؟ شايفين الجمال وشايفين العسل وشايفينها قد ايه واخده اللون الحلو ده. انا النهارده عملت حجازيه بطريقه سهله وطريقه بسيطه جدا بمكونات موجوده في اي بيت. وطبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا ندخل على طريقه التحضير. معانا مكونات الحجازيه. معايا كوبايتين سميد، معايا كوبايتين دقيق، معايا كوبايه سمنه، معايا كوبايه لبن، معايا باكو خميره فوريه، 3 معالق كبار سكر. نجيب بقى بوله فاضيه كده عشان نبدا التحضير. اول حاجه بننزل كوبايتين الدقيق، الكوبايه الثانيه كوبايه سميد، بعد كده معانا باكو خميره فوريه، 3 معالق كبار سكر. طبعا معانا ايه؟ رشة ملح بسيطة اوي. الرشة دي بتظبط كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة هنقلب كل الحاجات الجافة دي كده الاول في قلب بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده انا معايا كوباية سمنة، وممكن تعملي هي تنفع معانا كوباية سمنة، وممكن تعملي نصها زيت ونصها سمنة، بس هي كده تنفع وكده تنفع. وننزل بيها كلها كده. وطبعا اهم حاجة يا حبايبي في الخطوة دي ان الكوبايات كلها تبقى مقاس واحد. دي اهم حاجة في الخطوة دي من سر نجاح الحاجة. وبنقلب بقى السمنة كده، بنعمل عملية ايه؟ هنبسسها. بس الاول نقلب كده السمنة دي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بعد كده هعمل بايديا. بنعمل عمليه ايه؟ بنبسس كده الحاجه مش بنعجن زي ما انتوا شايفين كده. ماشي يا حبايبي. طبعا لازم نصلي على سيدنا محمد عشان الحاجه بتاعتنا تطلع حلوه كده. انا شربت كل الحاجات الجافه من السمنه زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اي حاجه خلاص خالص. لسه في هنا تاني ثواني. طبعا كله كده خلص. انا شربت كله من الحاجات الجافه. بعد كده معايا كوبايه اللبن. بننزل بقى كده مش كلها، بنزل بنصها الاول وبعجن بقى. طبعا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هي بالظبط اخدت معايا كوبايه، ما خدتش كوبايه اللبن كلها، هي اخدت كوبايه الا ربع. زي ما انتوا شايفين كده هي بتتحول معانا زي عجينه، وانا بعجنها كده وبلمها. وطبعا انا بسيبها تستريح تخمر لمده نص ساعه. هي طبعا مش بتخمر زي المعجنات، لا، بس انا لازم اسيبها نص ساعه عشان خاطر الخميره تتفاعل معاها لمده نص ساعه. طبعا ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك في القناه. ولو لاول مره تشوفي قناتي، انا اسمي اسماء صيام، عشان تشتركي فيها ما تنسيش بقى تدعميني باللايك والاشتراك. طبعا بعد ما عملنا العجينه الحجازيه وسايبينها تستريح، انا دلوقتي هعمل معاكم الحشو. اول حاجه معايا كوبايه سكر عادي مش مطحون، معايا كوبايه سميد، معايا 3 معالق كبار قرفه، معايا معلقه كاكاو خام، وده اختياري بس هي بتديلها لون غامق، بيبقى شكلها حلو وطعمها حلو. معايا نص كوبايه ميه، ومش بستخدمها كلها، وعلى حسب ما احنا هنشوف دلوقتي هنستخدمها كلها ولا لا. وهنجيب بقى بوله فاضيه. اول حاجه هننزل بكوبايه السكر، كوبايه السميد، 3 معالق كبار من القرفه، معلقه كاكاو خام، وده اختياري بس هي بتديلها لون حلو. ونقلب بعد كده الحاجات دي كلها في قلب بعض، بنخلطهم كده في قلب بعض
بعد كده هجيب نص كوبايه الميه، مش هنزل بقى كلها، انا الخليط ده بيتحول معايا، عايزاه بيبقى زي الرمله المبلوله كده زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو، ما بنزلش بقى كله مره واحده. طبعا الحجازيه دي احنا في ليالي الشتاء بتبقى مطلوبه معانا قوي. طبعا الحجازيه دي احنا بنبقى في ليالي الشتاء بنبقى دايما طول ما احنا قاعدين في الساعه دي بنبقى عايزين ناكل حاجات حلوه، والحجازيه دي من احلى الحاجات الحلوه اللي هي بقى ما فيهاش تسكيره جامد زي البسبوسه، لا دي تسكيرتها خفيفه قوي وحلوه. طبعا الحجازيه دي لعشاق القرفه، هي كده لسه عايزه معانا شويه ميه. بدأت تتحول معانا، هي كده مش محتاجة مية خالص خلاص. بصوا حبايبي، عشان تعرفي ان هي جاهزة معانا للحشو ولا لا لازم تختبريها. بعد ما بتقلبي كل الحاجات دي في قلب بعض بتنيميها كده بالمعلقة، بتلاقيها كده اتفردت معاكي كده زي ما انتوا واخدين بالكم ازاي نايمة مش هشة، هي كده بتبقى جاهزة للحشو. طبعا كده عجينة الحجازية معانا بعد ما خمرت بعد نص ساعة. طبعا هي ما بتخمرش زي المعجنات التانية بتبقى مالية البولة وكده، لا هي الخمر بتاعها بيبقى منه فيه. بعد كده حبايبي انا بقسمها بالنص كده زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو بالشكل ده، تمام. بعد كده بركنها وبجيب صينية ببقى دهنها سمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبجيب النص اللي انا قسمته بالنص كده وبفردها في الصينية. دي اول رقة من تحت. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بعد ما فردتها وعملت لها زي بسيط قوي. ليه الزي ده؟ عشان لما ننزل بالحشو ما يطلعش على الاطراف الصينيه ويتحرق معانا في الطياب. زي ما انتوا شايفين كده متسويه ازاي وطلع شكلها حلو. بعد كده هنزل بالحشو، شايفين لونه غامق ازاي؟ اللون الغامق ده من معلقه الكاكاو الخام اللي احنا حطيناها. بعد كده بقى انا هفرد زي ما انتوا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الحشوه معانا ناعمه ازاي؟ تتفرد معانا بكل سهوله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بعد انا ما نزلت بالحشو وفردتها كده في الصينيه بالشكل الجميل ده، شايفين قد ايه الحشو طالع شكله حلو وقد ايه ريحه القرفه طالعه حلوه قوي. بجد تستاهل ان انتي تجربي الحجازيه. بعد كده هنعمل بقى الطبقه اللي فوق. طبعا بعد كده عشان خاطر نعمل الطبقه اللي فوق اول حاجه هنجيب كيس لبن ونفتحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبنجيب نص الطبقه اللي فوق بقيت نص الحجازيه بالشكل ده كده مكوره كوره، ونجيب كيسه تانية ونحطها فوقيها وبنفرد بقى كده بايديا. طبعا هي عشان العجينه ناعمه، لو انت عندك نشابه عندك بايدك زي ما انتوا شايفين كده هي بتتفرد معايا بقد ايه بكل سهوله. ونقعد بقى نفردها وتفرديها على الشكل الصينيه اللي انت عامله فيها الحجازيه. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا فردتها شكل دايره على شكل الصينيه اللي احنا عملناها. ولو انت عندك صينيه مطوله المهم ان انت بتعملي التقطيع على شكل الصينيه المتوفره عندك اللي انت عامله فيها الحجازيه. بعد كده يا حبايبي انا بشيل طبقه الكيسه اللي فوق دي تمام، وبنجيب صينيه الحشو بكل سهوله. نسمي بسم الله كده يا حبايبي وننزل بقى كده فوق الوش. شفتوا قد ايه سهله؟ طبعا مفيش اسهل من كده خالص. كل الزيادات دي بقى احنا ايه بنظبطها مع بعض ايه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. لو في حته عجينه مثلا هنا ممكن نقطعها ونحطها هنا عادي مفيش اي مشكله خالص. ديت هنقطعها كده بالسكينه. شايفين الزيادات دي؟ انا بس الاول كده بنطبقها بنسويها كده. الزيادات دي كده حبايبي بنقطعها كده عادي مفيش اي مشكله خالص.
صباه في الحته اللي هي ما فيهاش ايه عجين بالشكل ده. وكل ده هيتسوى معانا دلوقتي زي ما هتشوفوا معايا في الفيديو كده. شايفين يا حبايبي بيتسوى ازاي؟ طبعا زي ما انتوا شايفين كده بعد ما فردنا الحجازيه وحطينا الطبقه اللي فوق، اول حاجه قبل ما نقطعها وقبل ما نعمل فيها اي شكل احنا بنبططها كده شويه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بعد كده بنجيب معايا شوكه ومن ظهرها بنعمل بقى كده شكل، شايفين؟ بنعملها كده بالشكل ده بالراحه عشان خاطر ما تتخرجش مننا. بعد كده هنقطعها بكل سهوله بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده، ان هي لازم تتقطع قبل ما ندخلها الفرن. تقطيعتها سهله جدا. انا كده اول حاجه قطعت بالطول، بعد كده بنقطع ايه بالعرض. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي. طبعا لو ما تقطعش معانا احنا بنعيد عليه عشان هو زي القلاش بيتقطع قبل ما ندخلها الفرن. طبعا هو ده الشكل بعد ما اتقطعناه. شفتها ازاي قد ايه سهله. وبعد كده احنا مولعين قبلها الفرن بشويه وتتحط على الشبكه اللي في النص، واول ما بنلاقوا الاطراف بتاعتها احمرت بنولعوا لها الشوايه على طول. استنوني يا حبايبي. طبعا كده الحجازيه بتاعتنا طلعت من الفرن، شايفينها قد ايه طالعه حلوه وقد ايه ريحتها طالعه حلوه. بجد تستاهل انتي تجربيها. هي كده بالظبط اخدت معايا في الفرن ربع ساعه. بس في خطوه هعملها لكم تبقى حلوه قوي. بيكون عندي شويه شربات كده عندك في التلاجة ولا حاجه، وبنجيب فرشه وبدهن وشها كده، مش بسقيها شربات، لا بدهن وشها لمعه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين وشها بيبدأ يلمع ازاي، وبيفرق في طعمها على فكرة. طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا كده حبايبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا ما تنسيش تدعميني في اللايك وبالاشتراك في القناة، وبألف هنا حبايبي.